dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyertai. Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan, berlabuh kita di dermaga impian. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam berbahagia ini kita hadir bersama dalam rangka Tudah Pacin yang diiringi dengan pembacaan zikir dan salawat al-Barasanji. Semoga insya Allah saudara Bambang bin Sudirman yang insya Allah akan berpasangan dengan Reskia binti
Badudu. Semoga insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan pembacaan zikir pasannya insya Allah akan dimulai oleh Bapak Ustaz Dr. Abdul Rashid. Dengan ini kami persilahkan. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عاد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل والطاير. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرر الكريمة والجبال. واستمنح الله تعالى رضوان يخص العنترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجدي هداية القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد الخصال السنية بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا طاعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما واسمه قريش وإليه تنسب البطول القريشية وما فوقه اليوم كما جرى إليه الكثير وارتضاه. بن مالك بن غدر بن كنانة بن خزيمة بن هدى وسمع في سب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السرية ورفع النسابية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتمى وعذب به من عقل تعلقت كواكبه والذرية وكيف نسب تنسب العلا بحلا قلد اليتيم العسر واكترم به من نسب طهر الله تعالى من سفال الجاهلية. أورد الزيد العراقي وعورده في مورد الولي ووراه حافظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجد سوى الاسم ترك الصفة فلم يصبه معارض من آدم وإلى أبيه وأمي سنة سنانور النبوة بيسار القرآن البهية وبدر في جبين جد عبد الله وابنه عبد الله عن سلسل صلاة وتسليم. القريب المجيب بأن تكون أم المصطفى ونودي بالسماوات والأرض بحمدها لأنوار الذاتية وسبق كل سمع لحبوب النسيم الصباح واتسعت الأرض بعد طول جدبها من النبات لنا السندسية وإن عت الثمار وأدنى الشجر الجاد الجنان ونطقت بحمد كل دابة القريش بسيل الألسن العربية وخرت الأسرة والأسلام على الوجود والأفواه وتبشرت وش المشارق والمغارب ودواب والبحرية وانتست العوالم من السرور كأسا حميا وبشرت الجن بإذلال زمني وانتكت الكانت وراغب الزهر الرهبانية ولي بخبري كل حمر خبير وفي خلاه مسنيتا ومتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمى اللهم
كريم بعرف شريف صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melangsungkan salah satu acara penting menjelang pernikahan Ananda Bambang bin Sudirman dengan Reskia binti Badulu, yakni ritual Makpaci, dan memberikan doa restu kepada calon mempelai. Sebelum kita melangkah ke acara inti, saya ingin mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mengikuti
عنه ليلة ضرا ليلة المولد التي كانت 60 السرور بيومه واستهلاك يوم نالت بوجع ونقول فخر ولم ترى المخلصات واتت قومها بأفضل مما حملت قومها العذرا مولد كانت منه في طالع الكفر وبن عليكم ووباء وتوالت بشر الهواتف قد ود المدى وقد استحسن القيام عند Selanjutnya, Ibu Ketua RTA dan Nyonya Ketua RTB. Kepada Ibu Hasrawati dan Ibu Herawati disilakan. ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وعطاه وولد صلى الله عليه وسلم ويمن من المقولة بكل العناية وقيلها تنوجك Berikutnya, Bapak Ketua RTC beserta Bapak Muslimin Zaki. Kepada Bapak di وحمدت النيران المقولة بالممالك الفارسية بطلوع بدر المنير والشراك محيا وغادت ويرة الساس وكان بينها وجفت الصفوات وزججن فيها كتيا وقال وادي السماوات وهي مفاتة في فلك وبرية لم يكن بها قبل ما أكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه. من صلاة وتسأل اللهم وسلم يبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم يشك في يوم الشباب الصبي في شهر بناية ربانية فقام على قدم في اسم سور متن التكوى وشك الملك صدرا صريف لدي واخرجه منه فلكة دموية وعاد من أصل الشيطان وبالتنكيل صلاة وملاه النبوة خطما ووزنه فرجع بقلب أمة الخيرية ونسى صلى الله عليه وسلم الأكمل الصافي خالص ثم ردت صلى الله عليه وسلم ويبيه غير صحيح حذر من أن يصاب بمصاب تحشفدت عليه اليمة في أيام حجيجة صيدة الوبية فهبها من هبائه وقره هبا وقد مطل عليه يوم غنين فكمل ورزقه الرهية وبسط فمن رداوي. Berikutnya, Bapak Joko Supomo beserta Ibu Siti Mariati. Kepada Bapak dan Ibu disilakan. ولم ترد في تباط جوعا ولا أتشكت نفسه وبيت وكثيرا ما كتبت بماء تمسح أصله ولما أغني ببناء جدي عبد المطلب متى يربني فقالوا أمه أبو طالب. Berikutnya kami undang dengan hormat Bapak Ahmad Sanusi bersama Nyonya. Kepada Bapak disilahkan dan Nyonya. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة الإنس دعي بالسيول الأبطحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاء وعن صائب وأنا فحتى الانفضال وهذا الأمين. Berikutnya, saya undang dengan hormat Bapak Nasir Mustafa bersama Bapak Muhammad Saino. Kepada Bapak disilahkan. عجل اللهم كبر والغرم بألف زيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوقات الأقوال لسان العالمية وأصاه الله تعالى إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا صدقات الجلية وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمارينا للقوة البشرية لئلا يفجاه الملك بسريه النبوة فلا تقواه قواه. Saya persilahkan kepada kedua orang tua mempelai untuk memberikan doa restunya kepada Bapak Sudirman dan Ibu Rohani, disilahkan. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan yang baru, membentuk keluarga dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena patutlah kiranya menjalin cinta yang disertai dengan kesucian hati di antara kedua mempelai Ananda Bambang bin Sudirman dan Reskia binti Badul. Dulu buat duduk Ibu. Salam. صل وبارك عليه. Tapi peluk orang tua, peluk dulu orang tua. Peluk dulu orang tua. Bisa jadi laki-laki baik istri. Semoga menuai manfaat dan keberkahan bagi kita semua, khususnya kepada calon mempelai Kia binti Badul. Sebelum saya mengakhiri acara ini, mohon perkenan para hadirin untuk memohon maaf saya memohon maaf apabila sekiranya di dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Di penghujung kata, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amaku amati jene matangku tenarana patenangai nake amaku niatinya riatinku ku sungguh lalu naku balas sakit tene jadi asal diturunkan jai dosa kurikan landri kama baranjiki amopora anrang tumala sukangku pamaporangi dosaku asa dewa talasaku dirimu amaku niat kita